هنشرح النهارده ان شاء الله اهم الاخبار الاقتصاديه اللي حصلت في مصر والامارات ولبنان وامريكا والصين، خصوصا المظاهرات بتاعت الصين دي. وفي اخر الحلقه كالعاده هسيب فيديو كونتروفيرشال كده مثير للجدل يعني. بس قبل ما نبتدي الحلقه حابب اقول ان في روايه خيال علمي بقراها اسمها ليفايثن ويكس او استيقاظ ليفايثن. روايه لطيفه جدا. ليفايثن ده اللي هو الحوت في الانجيل، الحوت اللي بتاع سيدنا يونس، بس هو في الانجيل هو مش حوت، هو ما بين الحوت والتمساح كده ما يعني، وشيطاني شويه. فلما هم بيحبوا يوصفوا حاجه كبيره قوي يقولوا عليها ليفايثن يعني. روايه لطيفه يعني، الناس ممكن تبقى تقراها. نبتدي الحلقه ان شاء الله. هنبتدي النهارده بالاخبار المصريه. عندنا اول خبر بدايه البورصه السلع في مصر، وده خبر كويس جدا. اللي عايز يفهم بورصه السلع يدخل عندي على الصفحه في فيديو، وانا هحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن، بشرح فيه يعني ايه سوق السلع واليات السوق ديت وبتشتغل ازاي في العالم كله. مصر هتبتدي بيه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، وهيبقى اول حاجه هيبتدوا بيها القمح. وده ليه؟ عشان يحاول يظبط الاسعار ويظبط الدنيا، لان عشان يقدر يسيطر كمان ويبقى فيه شفافيه في السوق. وده خبر كويس ايجابي جدا يعني. وهنشوف السوق ده بيشتغل ازاي، وهم قالوا هنبتدي بالقمح وهيطوروه لحاجات تانية. تاني خبر مش احلى حاجه خالص. البنك المركزي كان بيدي للناس قروض ب 8% في مبادره لمساعده الصناعات والزراعه والحاجات دي عشان التمويل، عشان بدل ما يروحوا البنوك العاديه ياخدوا ب 16%، والموضوع كان غالي قوي عليهم، فالبنك المركزي كان بيساعده. صندوق النقد الدولي قال لمصر قال لازم توقف المبادره دي عشان تاخد ال 3 مليار دولار. احنا هناخد 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامه، و5 مليار دولار من الدول شركاء التنميه. الصندوق النقد الدولي قال لك وقف الموضوع دوت عشان ما يبقى فيه قروض. ليه؟ عشان الحكومه ما تتحملش تكلفه فرق الفلوس ديت، فما تبقاش الحكومه هي اللي مضطره تدفع الموضوع ده، وعشان يسيب الحاجه لاليات السوق وكده، زي ما بيعملوا كل مره. هم يدعموا احنا ما ندعمش من الاخر يعني، مع ان امريكا دعمت، وهشرح دلوقتي امريكا اللي حصل فيه. ودي اخبار مصر. اما بقى اخبار الامارات، ففي دبي شركه ديوا اعلنت ان هي في الجمعيه العموميه اللي جايه، في جلسه الجمعيه العموميه الجايه. عايز يفهم يعني ايه جلسه عموميه والجنرال اسامبلي، انا عامل فيديو للموضوع ده موجود على الصفحه حركه المؤسسات. عايزين يصوتوا على ان هم يوزعوا ارباح تاني، رغم ان هم وزعوا في اكتوبر 3.1 مليار درهم للناس، عايزين يوزعوا تاني حوالي كام؟ 2.3 مليار دولار. يعني زي كل سهم ياخد له زي 4 درهم و6 فلس كده، حاجه كده. عندنا الجلسه ديت هتتعمل يوم 12 ديسمبر، وعايزين يوزعوا الفلوس دي قبل نهايه السنه. وفي نفس الوقت في نفس الجلسه دي عايزين يوزعوا 3.1 مليار درهم في ابريل 2023، اللي هي ارباح منتصف سنه 2022، فيدوا برضو للمساهمين الارباح. خبر كويس يعني. عندنا من ابو ظبي بقى شركه امريكانا وصلت للسعر اللي هتطرح بيه في ابو ظبي والسعوديه. فابو ظبي هتبقى بحوالي 2 درهم و62 فلس، وفي السعوديه هتبقى بحوالي ريالين 68 فلس. امتى هيطرحوها وامتى هتنزل ما قالوش بالظبط. اللي عايز برضو يفهم يعني ايه طرح الاسهم والحاجات دي، في فيديو على الصفحه شرح البورصه والطرح والاسهم والحاجات دي. وده هيخلي الشركه انها تبتدي، يعني التسعير ده كويس. شركه امريكانا يعني ده سعر مش وحش. هتبتدي امتى بقى والتفاصيل هم لسه بيتفقوا مع سوق ابو ظبي على ميعاد الطرح نفسه، بس خبر كويس يعني. ندخل على لبنان بقى. لبنان قدمت على قرض ب 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. طبعا زي العاده صندوق النقد الدولي ده بيتدخل في كل حاجه، فمنها ان هو كان عايز يتاكد ان البنك المركزي اللبناني ده فعلا صح ولا غلط، والدفاتر البيانات بتاعته صح ولا غلط. فبعت شركه تدقيق حسابات تتاكد ان كميه الذهب والعملات النقديه الاجنبيه اللي موجوده في لبنان صح مع اللي موجود في الدفاتر. والاسم الشركه دي حتى البنك المركزي اللبناني ما يعرفوش، وفعلا لقوا ان اللي موجود في الدفاتر واللي مثبت في البنك المركزي بيساوي فعلا كميه الذهب. فالتدقيق بتاع الذهب ده طلع مظبوط، ودي خطوه ايجابيه جدا في ان هم ياخدوا القرض
وان شاء الله تبقى بدايه انفراجه يعني. بس هم بقى هيعملوا ايه بالقرض؟ هو ده السؤال. زي مصر كده، بناخد القرض بنعمل بيه ايه؟ هو ده السؤال. بس يعني خطوه ايجابيه. صندوق النقد الدولي طبعا هيفرض عليهم حاجات اكتر، وهيفرض زي ما بيعمل مع كل الدول اللي بتستلف منه، بس لسه هنشوف. بس يعني خطوه كويسه. الاخبار بقى بتاعت امريكا. اول خبر مهم جدا وبيبين ان في تصعيد ما بين امريكا والصين والمشكله بتزيد ما بينهم. امريكا قررت توقف مبيعات اجهزه هواوي وزد تي اي في كل امريكا تحت مسمى حفاظا على الامن القومي. وده تصعيد كبير قوي ما بين، يعني هم وقفوا على الصين موضوع الشرائح الالكترونيه دي، وبيصعدوا كمان في الحرب اللي هي التجاريه اللي ما بينهم. وكمان امريكا عملت حاجه تانية. امريكا بدات تعمل خطه دعم انها تساعد المنتجات بتاعتها والتصنيع عندها في امريكا، فبدات تسعر الطاقه وتقلل الضرائب وتعمل حاجات زي كده عشان الناس تشتري المنتجات الامريكيه بتاعتهم. مين بقى اللي متضايق؟ اوروبا، بالذات المانيا وفرنسا. قال لك، وطلعت المتحدثه الرسميه بتاعت اوروبا ديت طلعت اتكلمت قالت مع امريكا كده بتاذي السوق، لانها هترخص منتجاتها واحنا ما نعرفش ننافسها بسبب فرق اسعار الطاقه، اللي هي كانت نفس المشكله اللي ما بين المانيا وفرنسا. بس مؤخرا دلوقتي اتحلت. المانيا وفرنسا اتفقوا مع بعض على خطه طاقه عشان ما يبقاش المنتجات اللي طالعه من المانيا ارخص من المنتجات اللي طالعه من فرنسا، فيفضل في تنافس، تفضل الدولتين بيساعدوا بعض. فواضح ان اوروبا وامريكا والعلاقات ما بينهم بدات تتاثر جامد، وخصوصا ان امريكا قال لك انا مش هاممني يعني. وكمان مرتبط بالموضوع ده الخبر بتاع شركه ابل. ابل اعلنت ان هي هتبدا تشتري السيمي كوندكتورز دي او التشيبس او اللي هي الشرائح الالكترونيه دي من امريكا، وتوقف اعتمادها على اسيا وتايوان، لان تايوان بتنتج حوالي 60% من التشيبس دي. فهي قالت لك لا، احنا هنعمل حاجتنا وهنعملها في ولايه اريزونا، وابتداء من 2024 هنبدا نشتري من عندنا من امريكا. فطبعا ده برضو بيقول لك ان هم مش عايزين يعتمدوا على تايوان، وفي بشكل ضمني بيقول ان موضوع الصين وتايوان ده بيتصاعد، فامريكا برضو بتضغط على الصين اكتر، والصين مش سهله في الموضوع ده. اما بقى اللي بيحصل في الصين، فالصين الموضوع بقى فيه مظاهرات ومشاكل كبير قوي في البلد اللي هي اسمها زنزاو دي البلد اللي بتنتج الايفون، فيها كل مصانع الايفون، فيها مصانع كبيره قوي اللي هي شركه فوكسكون دي مسؤوله عن حاجات كتير قوي. الصين عندها سياسه ان ممنوع يبقى فيه كوفيد، فعماله تضغط على الناس، فالناس ضجت بقى ونزلت في الشارع زي ما انت شايف كده، ضرب وبتاع وكونج فو قلبت خالص، الربيع الصيني يعني. الورد اللي فتح في جناين الزنزاوي يعني. ومشاكل كبيره جدا، والناس بدات تزهق لان هم كل شويه يقفلوا. الموضوع ده بيأثر على الاقتصاد جامد جدا. الاقتصاد الصيني عمال بيتضغط جدا، والصادرات والحاجات دي، وكمان الاقتصاد العالمي على فكره بيتأثر برضه، لان الصين دي لما بتقفل الاقتصاد كله العالمي كله بيتأثر. ففي نفس الوقت البنك الصيني عشان يساعد الناس تستلف وتعمل كده عمل ايه؟ خفض العائد الالزامي بتاع البنوك. ليه؟ لما يعمل كده يزود السيوله، يضخ سيوله في البلد. فلما يضخ سيوله في البلد الناس تعرف تقترض وتعرف كده، فتقدر تتحمل الفتره بتاعت القفل بتاعت الكورونا دي والمشاكل دي. عندنا كمان الذهب سعره عالي بسبب ان الناس متوقعه ان الدولار يضعف، وخصوصا ان كمان الدولار ضعف قوي، نزل لاقل مستويات سعره في الثلاث شهور اللي فاتوا واليومين اللي فاتوا دول. ليه؟ لان الناس متوقعه ان البنك الفيدرالي هيقلل تصعيد الفايده، قلنا الكلام ده قبل كده وشرحناه قبل كده. فالناس اول ما بتحس ان الدولار بيضعف على طول تلاقي البترول يطلع، بتلاقي الذهب يطلع وكده. البترول ما طلعش الاسبوع ده ليه؟ بسبب القفل بتاع الصين. لما بيشوفوا قفل في الصين بيعرفوا ان الطلبات هتقل، هتلاقي البترول رايح له زي 2% كده. البنك الاوروبي طلع كمان اتكلم قال ان في مشاكل في الاستقرار المالي في اوروبا، وان هو متوقع ذبذبه كبيره جدا في عمليه الاستقرار بسبب حربهم على التضخم. مضطرين يرفعوا الفايده، فكل ما بيرفع الفايده كل ما الشركات بتتاثر جامد جدا، والناس اللي بتعتمد على القروض والحاجات دي. الصراع بتاع التضخم اللي احنا بنتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت. فالبنك الاوروبي حذر ان 2023 هتبقى سنه صعبه جدا عشان الحرب بتاعت التضخم دوت، خصوصا كمان موضوع امريكا ده. اليابان كمان نفسها اتاثرت جامد جدا دلوقتي بالمشاكل العالميه، والاجمالي الناتج القومي المحلي بتاعهم طلع اقل من المتوقع.
اللي عايز يعرف اجمالي الناتج القومي يعني ايه، في فيديو برضو على الصفحه اهم التعريف الاقتصاديه، هيلاقي فيه معنى اجمالي الناتج القومي وتاثيره ايه هو ده. وبسبب ضعف الطلب العالمي كله دلوقتي بقى يقل، فالاقتصاد الياباني والصادرات بتاعت اليابان اتاثرت جامد قوي. ودي نهايه الاخبار الاسبوعيه النهارده، وهسيبكم بقى مع الفيديو دوت تتفرجوا عليه وبقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، واشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. we are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about trouble and trending irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories that aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 This is extremely dangerous to our democracy.